جا واحد السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ في امان الله. نتمنى تكون صحه جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو جيد، ماشي كتشوفوا الفيديو كتسمعوا ليه، باسكو مانيش نبين راسي نهائيا في هذه جينيرالمون ملي كنكون ندير الفيديوهات في السلسله ديال تعيش نهار سمع خبر، كنكون هكا مصور راسي وداك الشيء، ولكن دابا المهم ما كاينلاش نبقى نبين في وجهي، نتوما هكا مشغولين وداك الشيء، دونك خليو الفيديو خدام. غنحاول. المهم هذا الفيديو شويه طويل، ما عرفتش بالضبط شحال غيكون عنده في لا دوغي، باسكو ما حق كاين بزاف لي ديتاي داكور، وما عرفتش راه باين من العنوان واش غنبكي ولا غنضحكوا، والله ما عرفت. المهم عيش نهار تسمع اخبار بيان سور. نلقيش غنقول لكم قبل ما نبدا نعاود لكم الاحداث. خصنا نعرفوا، حنا كنا سنعرفوا ان الزواج باش يكون ناجح خاص يكون يحتاج الحب، يحتاج الاحترام، المجادله، الصبر والوفاء. داكور، دونك لا فيداليتي من طرفين بجوج، لا الرجل ولا المراه. داكور. وقصه اليوم فيها عبره لا الراجل ولا المراه، وهي قصه ديال واحد البنت شابه تركيه غزاله تبارك الله، فنه ما نقدرش نحط تصويرتها وداكشي، وما نقدرش صراحه تكون الاسامي الحقيقيه ديالهم، فنقولوا نسميوها هيام. داكور. دونك هيام 10 سنين وهي مزوجه، نقولوا سميتو هو ادم، تزوجوا عن حب ولكن ما عندهمش اولاد. داكور. ادم قبل ما يعرف هيام كان نقولوا مصاحب، سمحوا لي على هذه الكلمه هذه، كان مصاحب مع نقولوا سميتها زليخه. اوكي. فملي ادم شاف راسو باغي يتزوج بهيام قال زليخه سوا ديزان نتفارقوا داكشي، ولكن بقاو تيهضروا امي كوم كوا زعما. هيام ما عارفه والو على زليخه، ولكن زليخه تقبلت الامر ملي قال لها هيام هي توأم روحي، ولقيت فيها داكشي اللي بغيت انا في المراه ديالتي وغنتزوج بها، ولكن ان ميم طون كان خايف لا زليخه تدير شي حاجه في روحها في راسها، فهمتي سونوشتا. ماشي كل البنات تيقبلوا الفراق بسهوله. كاين اللي الله يستر كتبغي تنتحر، كاين اللي كتبغي ما عرفت داكشي، كاين اللي كتمرض نفسانيا، فما فهمت هادشي. اوكي. دونك ما عرفتش علاش البنات كيديروا بحال هكا، بصح تكون البنات اللي هما ضعيفه الشخصيه مع الاسف. المهم ما عرفتش نتوما شنو كتفكروا في هادشي، كتبوا لي في الكومونتير عندكم تجارب بحال هكا وكيفاش دونك تنصحوا البنات، ولا كيفاش مثلا تجاوزتوا هذا الامر. ما علينا باش ما نطولش الفيديو. فادم تزوج بهيام، ولكن في العام الاول بقى تيضرك مكتكم مع زليخه على ما باش يتقبل الوضع. باردون، ما عاودش لكم كيفاش تلاقاو هيام وادم. نقولها هما بجوجهم ساكنين في واحد المدينه اللي صغيره في تركيا، فالبلايص اللي هما بحال لي كافي لي ريستو لي نايت كلوب هكا اللي كيكونوا طوندونس وداكشي تيكمشيو غير الناس الهاي، تيكونوا محدودين بيان سور، تيكونوا مهم باينين، ما كاينينش بزاف كما قلت لكم. اصلا مدينه صغيره ماشي بحال نقولوا مثلا كازا، فهمتيني، كبيره وداكشي معايا. فادم وزليخه كانوا بيان سور دي وقيته راهم انصامبل، مره تيمشيو واحد النايت كلوب تيسهروا فيه. اوكي. واحد المره مشاو وهيام حتى هي كانت تمايا، بحق ما كيعرفوش بعضياتهم، فهي مشات مع صحابها دي زاميه عيال وداكشي. المهم وقعوا ايشانج دونك دو روغار ما بينهم وما بين ادم، ولكن ما هضروا ما تبادلوا لا نومر تليفون، ما وقع حتى شي حاجه. دي فوا شنو كيديروا الدراري باش نعطيكم هذا، تكون مثلا فهمتينا كتكون حاشاكم البنت كتبغي تمشي للتواليت، دونك كيمشي يوقف تمايا، ولا هي مثلا كدير له هكا دي زيودو داكشي، ولكن داك سميتو تما كيبداو يتبادلوا الميغو التليفون واخا كيكون مع سا كوبين، فهمتيني. فهذه شفتها شحال من مره، ما علينا. مي بون في ديك الوقيته ما وقع والو، دونك اللي بقات هي مع صحابها وداكشي، وبقى دونك ادم مع سا كوبين زليخه. المهم ابخي جات واحد المده، جا راس العام. ملي جا راس العام صاحب واحد من صحاب ادم دار واحد الحفله في الدار ديالو، وعرض عليها بزاف الناس وداكشي، مينوتهم بيان سور ادم، ولكن سبحانك الله زليخه ما مشاش داك الحفله، القدر. المهم سبحانك يا الله. هي مشات مع دي زامي ال كي سون اون كومان مع هاد مولات الحفله هذه، دونك صاحب يعني مضر ما تعرفش هي بيرسونيلمون، مي عندهم دي زامي اون كومان. فبيان سور هي متى تعرضت، فهمتيني، قالوا اجي معنا، صافي مشات لتمايا. فشافت ادم تمايا تا هو شافها وداكشي، بداو كيهضروا، صافي بداو كيهضروا، ملي تبادلوا نمر التليفون وداكشي، تعرفوا داكشي. صافي بعد واحد شهرين دازت عائله ادم وعائله هيام بداو فهمتي يتلاقاو مع بعضياتهم وداكشي، صافي ولا داكشي رسمي. من بعد شهر تخطبوا، وداز واحد شويه ما كملش العام، صافي يعني في نفس العام اليوم جوج داكشي اللي كان المهم ما علينا، في نفس العام تعارفوا تزوجوا. داكور.
ادم لاباس عليه وهي ما خلاهاش تخدم نهائيا، ما بقاش عاقله شنو كتخدمي، مي بون ادم لاباس عليه وصافي، وقلت لكم ما خلاش تخدم، صافي شرا لها لا فواتور، شرا لها الطوموبيل وداك الشيء، وشرا لها عطاه واحد كاخذ دو كريدي دونك سان ليميت وداك الشيء، ولا ماشي سان ليميت، المهم ليميت زعما فهمتيني هكا عاليه وداك الشيء. المهم لي فام اللي عندي هنا في القناه ما عرفتش نتوما شنو كتفكروا في هاد، ولا شنو كيبان لكم في هاد الشيء، ان فهمتيني واحد تزوج الراجل واخا لاباس عليه، علاش ما تخدمش، علاش ما تكونش انديبوندونت، حيت الخدمه ماشي غير بالفلوس، كيكون عندك واحد الكيان، كيكون عندك اش كتسمى واحد لو غوندو لا سوسيتي اللي انت كتنتمي ليها، كتساهمي في النمو ديالها، كتغاندي سيرفيس. المهم ما عرفتش نتوما، المهم قولوا لي شنو هادشي، ما علينا باش شنو كتفكروا في هادشي، معليش ما نطولش. المهم هاد ادم ما قلت لكمش كيفاش ولا لاباس عليه. حنا في المغرب كنقولوا لاباس عليه، يعني بالنسبه للناس اللي عندي في القناه اللي هما من الدول العربيه والدول الشرقيه تنبغي نقول بانه غني، يعني عنده ثروه. اوكي، فهاد بابا ادم الله يرحمه فاش كان في الحي ديالو كان عنده مصنع، مابقاش عاقله ديالاش. المهم وهذا المصنع كان خدام مزيان، كان شغال مزيان وداكشي، وكي جا واحد الوقيته مرض وصافي مابقاش قادر يخدم ولا يمسك الاداره ديالها ولا التسيير ديال هذا المصنع هذا، فولا ادم هو اللي قبض الاداره والتسيير ديال المصنع وغادي به مزيان. داكوغ غادي به مزيان صافي، ومن بعد تتبارك الله ولا غني اكثر وداكشي. صافي من بعد شويه تلقى راسو كيتاجر في العقار، داكوغ كيشري الديور، تيكري الديور، كيبيع فيهم وداكشي. فهي ما خداماش على براد الدار، ولكن خدامه وسط الدار، يعني كدير الواجبات ديالها الزوجيه، يعني مهليه في دارها، كطيب، كتصيب الاكل، كدير النظافه، الغسيل، من داكشي كامل، وكتخلق واحد الجو هكا زوين، جو عائلي رومانسي هكا ديال الحب، وهكا في الزواج في المنزل وداكشي في البيت في الدار جويده. داكوغ من بعد عام من الزواج هي بدات كتلاحظ بان ادم ولا شويه ولا كيتعطل في الرجوع للدار من الخدمه، ولا فهمتيني اكثر عنده دوك الاجتماعات وداك الشيء، فهمتيني بحال هكا. تعرفوا حنا العائلات عندنا سبحانك الله عندنا واحد الاحساس الشكل، واحد القوه، الاحساس عندنا رباني سبحانك يا الله. واحد النهار قالت اش ندير، اجي نتبع راجلي بلا بالطوموبيل، فهمتيني، وهي طوموبيلته كانت باينه، يعني حتى هي طوموبيل اونيك كما قلت لكم، كان عايش في واحد المدينه اللي هي صغيره، فطوموبيلته راها باينه. المهم تبعات وداك الشيء، بغات تشوف انت اشنو كيدير في النهار ديالو، علاش كيجي معطل، علاش هادي وهادي. المهم لاحظت بانه كيدخل ويخرج بزاف من واحد الدار، اوكي، من واحد الشقه. صافي هي هذيك بحال هكا بحال هكا، صافي اصلا هذيك الشقه ديالته هو، يعني كما قلت هو كيدير في العقار، عنده بزاف شقق في الاسم ديالو، حنا تنقولوا الدار، عنده بزاف شقق تحت الاسم ديالو، فهمتيني، كيكريهم ولا كيستاجرهم زعما ولا كيبيعهم وداك الشيء. المهم فهاد الشقه هذه كانت بالاسم ديالو، ولكن هي خصها تكون خاويه، اما خاويه، اما مكريه، اما مبيوعه. فعلاش ادم كيبقى يمشي لديك الدار بزاف، ديك الشقه بزاف؟ اوكي، المهم واحد النهار قالت والله تنمشي نتبعو. المهم مشات لديك الدار، صافي سميتو دقات الباب وداك الشيء. شكون غتحلها؟ زليخه. ايوا صافي ديك الساعه ديك هي 100 شوكات، عرفتي شوكات، ولكن فهمتيني ما عرفاش واش تمالك اعصابها، وفهمتي بدات كتعصب وتغوت ودخلت للدار. اصلا عندها الحق تدخل ديك الدار لانها باسم راجلها، وراجلها كما كلهم كيتاجر في العقار وداك الشيء. المهم بغات تشوف واش كاين ادم تما وداك الشيء. المهم ادم ما لقاتوش، والاخرى فهمتيني هكا كاينه ديك زليخه تما وداك الشيء. المهم ما لقات ادم في الدار وداك الشيء. بقات كتقلب، ولكن لقات الحوايج ديالو، اغلبيه الحوايج ديال ادم كاين تما عرفاتهم، لان هي براسها هي مشات دوك الحوايج كم كادو لراجلها، ولقاتو حاطهم تما وداك الشيء. وحتى زليخه ما نكرهش، قالت لي ايه راه كان زعما انا مازال على علاقه مع ادم، واخا تزوجتو فهمتيني انا باقا معاه، ولكن ابارامون نتوما راكم ما مفاهمينش، ما راكم زعما فهمتيني ساعدين في الزواج ديالكم، الا بغيتي نفارقك معاه نقدر نعاونك. وشوف ولا سنطيحه عند هاد زليخه هادي. المهم من غير الحوايج لقات هي لقات سموكينغ، هذاك اللي كيلبسوا في العرس، واحد سموكينغ فهمتيني ديفيرون، يعني اوزال، يعني ما كيكونش في فهمتي اللون ديالو. ميم هذاك التصميم خاص للعرس، يعني ماشي واخدوه جاهز. صافي تاكدت بان هذا قبل بيان الاخرى ما تنكر ليها وداك الشيء. صافي شافت داك الشيء، صافي تعصبت بزاف وداك الشيء. هو كان كذب عليها، قال لها هذاك السموكينغ انا عطيه لواحد صاحبي، لكن ما عرفتش حطوه في ديك الدار، ما عرفتش انا شنو الهدف من داك الشيء. المهم ما علينا، واش نهار لعبوا عريس وعروسه الله اعلم، يسمحوا لي مع زليخه الله، ما علينا. صافي هذيك اش دارت، صافي هي متعصبت بزاف، شدت ديك زليخه خرجتها من شعرها بحال هكاك وجرات عليها وخرجتها من الدار. بقى ميم بدا الغوات والمدابزه، جاو البوليس بيان سور، وجا ادم طبيعه الحال، عرفتي جا مسكين، جا ماشي المهم جا مخلوع، عرفتي كيقفقف وخايف، وفهمتي بدا كيهدن في هيام، وكيبعدها من تما تيقول فهمتي صافي سيري انا غنشرح لك من بعد. المهم صافي بحال هكا. المهم صافي هي خرجوا داكشي مع البوليس وهذا. صافي هي مشات لدارها وداك الشيء.
جا للدار، جرات عليه الدار اللي ساكنين فيها هما بجوج مع راجلهم، زعما يعني البيت الزوجيه، ما خلاتوش يدخل لها، بقى كيطلب منها السماحه فهمتيني بحال هكاك، والو ما خلاتوش يدخل للدار وداكشي بيان سور. صافي وقال لها، قال بدا كيزاوب وبدا كيقول لها سمحي لي، وهذه بدا كيبات قدام باب الدار، وعنده بصراحه فين يبات، عنده تعطى الديور، ما يعني بقى كيبات تمايا وسمحي لي، وتيجيب لها كاك لي كادو ويغني ويقول لها ندمان، ولا وقيله في الغنى في واحده اخرى، المهم يقول لها ندمان مع فاك فهمتيني، زعما ما ديريش فهمتيني، زعما ندم على هذا الشيء. وانا ما فهمتش منين تندم على هذه المصيبه، علاش كتحط راسك في هذا الموقف، بدات فهمتي تزاوق وتطلب داكشي، علاش كدير هذه المصيبه من الاول؟ المهم ما علينا. صافي ديك مي مسامحات ليه، قال لها صافي هذه والتوبه، مي مسامحات ليه، مشى باش تسمح له بصح، مشى كتب هذيك الدار اللي كان مساكن فيها وعلى دابا هادشي القصه واش نضحك ولا نبكي والله اعلم. هذيك الدار اللي كان مسكن فيها زليخه كتبها في اسم مرته، داكوغ. صافي كتبها لها في سميتها، دونك كتبها في سميتو هي، وشرا لها طونوبيل اخرى وعطاها كارت دو كريدي وحده اخرى. هاد المره عطيني واحد ليميت شويه هكا عالي. صافي وندمان قلت لكم وصافي سمحي لي وراني كنبغيك، قلت لكم فوالا كان كيكتب لها الشعر ويغني لها، المهم سمحات له هي. صافي دعتني فهمتي السمنه على عسل، واحد عامين فحال هكاك، داز واحد عامين ما عليهم ما بهم شويه. ادم كان ورث واحد الارض من باه الله يرحمه، وقال اش ندير هذيك الارض غنبني فيها عماره. صافي بيان سور باش يبنيها في عماره، ولا ما كيفهمش في هذا الشيء، اش قال ما ندير اجي نخدم معايا اركيتكت. داكوغ غادي نخدم معايا اركيتكت، داكشي صدق نخدم اركيتكت مرا ماشي مشكل، الدنيا هانيه. جاب هذيك المراه عرفها بمرتو فهمتيني، نقولوا سميت اركيتكت، نقولوا سميتها نوال، اوكي. صافي قدم هذيك لاخشيتاكت فهمتيني فوالا، ودار لها واحد البيرو باش تقبض داك، حيت عماره فهمتي كاين بزاف الحوايج، هي ما عندهاش بيرو ديالها، المهم دار لها بيرو زعما باش تبدا تخدم فيه وتتابع لو بروجي وداكشي. صافي هي هذيك مهم شويه. صافي داز واحد النهار ما عرفت كيفاش بحال هكا فهمتيني، هي المهم يحسب لها فهمتي زعما راه بيرو فهمتي. المهم واحد النهار بحال هكاك هذيك هي ما كانت كتسال، جابت هاد الظروف ولا بغات تجي ندوز من تما الله اعلم، دازت من داك الشارع اللي يكون فيه داك البروجي ديك العماره ديال الارض. راكم عارفين المهم حنا عندنا في المغرب كنظن هذا كاين هذا ولديون بحال هكا، ملي كيكون واحد البروجي ديال شي ارض بحال هكا وشي بناء ديال شي حاجه، تيكون واحد لا بونكارت هكا كبيره، المهم واحد الحاجه هكا فيها الكتابه بزاف وداك الشيء، تيكون مكتوب فيها الاسم البروجي، شنو النوع ديالو، معلومات عليه، كيكون الارقام داكشي الرخصه وداكشي كامل، وتكون حتى الاسم ديال الاركيتكت وداكشي. كتقرا ما كتلقى حتى شي اسم ديال حتى شي امراه نهائيا. اسم نوال اصلا ما كاينش، واسم الاركيتكت مصطفى ماشي نوال. صافي عرفتي، وهي صافي فهمتيني عاوتاني فهمتيني طلعت معاه، قالت هذا شي قضيه هنايا، اش غندير ما ندير، اجي نمشي لداك السواديزون البيرو اللي كان فاتح لنوال. داك هي عارفه فين كان عند بالها واش بيرو، المهم كانت عارفه فين كان، عمرها ما سمعت كان عند بالها واش بيرو داكشي. دقات فهمتي بحال هكا، ملي خرجت لها نوال، ولكن راه ماشي بيرو، لقاتو دار وادم كان راه تما. صافي وشوف هاد نوال اش كدير، من حلت لها الباب شافت هي مفل سميتو، شافت هي مفل الباب وداكشي، نقزات النوال. ودابا ادم كان تما، هي تقول له ادم مرتك راها جات، عرفتي بواحد الطريقه هكا مستفزه. عرفتي هي مصافي بيان سور شدات فهمتي نوال، عرفتي من شعرها المهم دابزو داكشي كامل. المهم عاوتاني لا ميم شوز فهمتي صافي بحال هكا وهكا. صافي عاوتاني بدا عاوتاني هاد ادم كيطلب السماحه ويزوق فيها. المهم هذه من بعد اش دار ليها عاوتاني بيان سور غتكون سيغمون سميتو، فهمتوها، كتب ليها هذاك البيرو سواليزون البيرو ديك الدار اللي كان فاتح ولا كان مسكن فيها نوال، كتبها في سميت هاد هويام هذه، اوكي. صافي فهمتيني، ولكن هاد المره ماشي سمحات لي على ود الدار فهمتي، زاد الليفل، ماشي كيبات لها حدا باب الدار وكيغني لها وداكشي، لا قال لها شوفي، قال لا انا ندمان بزاف وغندير شي حاجه في روحي في راسي، بلا بك انا ما يمكنليش نعيش، الا ما سامحتينيش وما رجعتيش ليا غندير شي حاجه في راسي. المهم صافي بحال هكا، المهم بقى فيه ما هي كتبغيه هي، المهم بقى فيه بحال هكا. صافي بعد واحد المده، المهم صافي من بعد سامحتني، المهم كتب ليها بيان سور هاد الدار الثانيه، دابا كتب لها الدار الزليخه، ودابا كتب لها الدار ديال اللي كان مسكن فيها نوال. صافي المهم داز واحد المده، هذيك كلشي غادي مزيان 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 مزيان. صافي واحد المده ادم شويه بغى يدخل في البيزنس، التجاره ديال الجلد ديال الحوايج، زعما حق مع القور، اوكي. صافي ماشي مع الاتراك، مع القور وداك الشيء. شويه تعرف مع واحد الاوكرانيه نقولوا نسميوها فيرونيكا، اوكي. قدمها لمرتو، قال لها شوفي، قال لها بيان سور كيقدم لمرتو، قال لها شوفي فوالا راه غندخل في التجاره ديال الجلد ديال الحوايج وداك الشيء، وهذه سميتها فيرونيكا من اصل اوكراني، راه هربانه من الحرب وغتخدم معايا، غتعاوني في الترجمه.
صافي مسكينه ما عندهاش فين تسكن، المهم عطاها واحد من ديك الديور اللي ديالو، ماشي مشكل، هذه الدنيا هانيه زعما عاونها وتمشي صافي هي هذيك وبس سكن فيه. ولكن عمرو ما قالهاش من دار، قال لي صافي رانا غير هذيك الدار راها ساكنه فيها وداك الشيء وراه غتعاوني انا في الترجمه، صافي الدنيا هانيه. صافي هذيك مدات واحد المده كلشي غادي مزيان في التجاره وداك الشيء. جا راس العام هاد مرتو هي جاها كادو واحد لونسومبل هكا الجلد، ولكن ماشي لا طاي ديالها. اش هادشي ما هادشي ماشي لا طاي، وجاها عجب كيفاش ادم يغلط في لا طاي ديالتي. وانا فهمتي راه مزوجين سنين وعرفني، وانا هاد السنين كلها فهمتيني ديك الساعه ماشي 10 سنين، ما عرفتش شحال كانت سميتو، المهم عمرها ما حملات، عمرها ما ولدات، ما غلاضش، يعني لا طاي ديالها لا ميم. حنا نقولوا مثلا لا اس راه خصها تبقى اس، فهمتي. دخل الشك قالت فهمتي دونك هذا ما جايش ليا، دا غيكون جاي لشي واحد اخر وداكشي، ولكن ما حسبلاش واش فيرونيكا. قالت غير المهم انا دخل الشك وصافي. واحد النهار اش غدير مديك، قالت اجي نتبع عاوتاني نشوف عم الله اش كيدير. بقات تبعات بالطوموبيل، واحد النهار كتلقاه كيمشي لواحد الدار اللي خصها تكون خاويه، هذيك الدار ديال مو الله يرحمها ويوسع عليه، مرت ادم خصها تبقى خاويه وداكشي. فقالت اش كيدير فيها فالدار، فهمتي زعما ما بالعاني ما بغاش يكريها وداكشي ولا يبيعها، حيت الدار ديال مو زعما فهمتيني هذاك الشيء كيتسمى بحال تقول فهمتي زعما ذكرى من مو داكشي. صافي واحد النهار عاوتاني قالت فهمتيني اجي نمشي لديك الدار نشوف شنو كيدير فيها. دقات وتخرج لها فيرونيكا. ادم ما كانش، فيرونيكا تشوكات بيان سور، وجيب راسها دهويه نتا تشوكات، ولكن قالت كان على الاقل هاد المره فهمتيني مع قالك واحد فيرونيكا يمكن اجنبيه زعما محترمه شويه راسها، قالت ماشي بحال زليخه ونوا زعما فهمتي، ما قلاتش احترامها ليا، ما جريتها لا شعره ما والو. قالت اصلا عندنا مشكل د اللغه. سمحوا لي قطعت المونتاج حيت كان غيجي الاذان نتبع الساعه ديالو باش ما نجيش نبدا نقطع وسط الاذان وداكشي. دونك الله يتقبل منا ومنكم باذن الله. فنكمل لكم دونك الحكايه. فاش خليتها ادم سميتو صافي. المهم حصلاتو مع هاد فيرونيكا وداكشي. فيرونيكا صافي هذيك مهم ادم تيقول لها، المهم صافي عطينا لا ميم شوز فهمتيني. صافي اجرات عليه من الدار هادشي تيقول لها سمحي لي والله الا هذه التوبه ما بقاش نعاود، سا سي لا ديرنيير، ما كتخليش تدخل الدار نهائيا. صافي فهمتي خاصمه معاه داكشي. مره كيعيط ليها يزوق فيها يطلب السماحه يجي يدق هذه والو. صافي دازت واحد المده ما عرفتش شحال. صافي المهم ما عرفتش هي شوف هي راه كتبغيه، هي في شكل من دابا نعاود لكم على الكاركتير ديالها وداكشي. قالها صافي دما فهمتيني زعما هذه اخر مره. المهم بيان سور سمحاتي وكتب ليها كتب سميتها الدار اللي كانت ديال ماماه الله يرحمه الله يرحمها ويوسع عليها. كتب ليها عاوتاني سميت الدار سميتو هي. وشوفوا هاد هي مادير ما راهاش طماعه على فكره داكور. دونك سا بيرسوناليتي زعما ما راهاش طماعه اصلا فهمتي تبارك الله زعما كبرات في الخير وداك الشيء. ولكن داكور هو كيأدي بحال تقولوا على الغلط اللي داروا دونك كيصلحوا. ولكن هي كتقول لك راه في شكل داك الحب ديالها ليه هو والحب سوا ديزون الادم هي راه في شكل قالت لك هي داكوغ كرامتي كتمس فهمتيني تيخونني تنحصلو تنجري عليه فهمتي تنتعصب تنغوت كنقول لك ما كنستحقوش زعما فهمتيني انا مهليه في راسي مهليه في الدار فهمتيني كنجري عليه كيطلب السماحه تنسامح ليه كيعاود عاوتاني ندير نفس الزبله نفس الغلط فهمتيني. ولكن قالت لك هي كتوحشو فهمتي داك فهمتيني ما فهم داك المهم سا بريزونس لا بريزونس دو ادم فهمتي في حياته هي قالت كتوحشها. فعافاك الله يخليكم البنات اللي عندي هنا الله يخليك كتبوا لي الا بغيتوا الراي ديالكم فهادشي كيف جاكم. ترجع بيان سور نتوما فهمتي الله نتوما عبروا على الراي ديالكم عبروا على راسكم في لي كومونتير. المهم ما علينا. فقالت لك وصافي قالت لك فهمتي 3 المرات وصافي الله يجعل البركه صافي قالت غادي نسمح لك ولكن شوف راه تزيد الخيانه الرابعه راه والله ما نسمح لك. صافي هي هذيك. ومهم صافي بقاو عايشين عسالي مزيان. قالك ولكن بحال وقيته قالت هي بحال اللي بغات تنتقم منه بغاتو يشرب نفس داك الكاس المر اللي شربها منه فهمتي بغاتو يعيش داك احساس الخيانه اللي عيشها ليها داكور. ولكن بطبيعه الحال هي شخصيتها واحترامها لذاتها واحترامها لراسو داكشي ما يمكنش تخليها تمشي تخون فريمون بصح. مي سانسيرمون على فكره راه كاينين شي عائلات اللي فريمون تيخونوا رجالهم بصح فهمتي. دابا رجالهم كيخونوهم هما كيمشيو لعائلتهم فهمتي اللي كينتقموا من رجالاتهم تيمشيو يخونوهم. المهم فهاد هي هذه بيان سور ما يمكنش دير هادشي. فشنو دارت فهمتي دارت واحد لو تروك مشات حلات ان كونط هكا فيك في انستغرام وداكشي سميت راجل هكا فهمتيني جابت تصاور زوين داكشي فهمتي من جوجل من الانترنت وداكشي ان ستيلي ان سفالت ان فهمتي زعما هكا وهذه
ودات بلاصه بحال كتكتب ليه زعما، فهمتي بحال زعما كتخونوا معاه غير بالكتابه وداك الشيء هذا صافي. مره فهمتي كيجيو لي ميساج هذه. من واحد النهار عرفت بانه غادي يبدا يقلب لها التليفون ديالها وداك الشيء. اش دارت؟ كتبات ميساج، عطات ربي المود باس لهذا الكونت هذا، عطاتو لواحد صاحبتها، قالت لها شوفي، قالت لها كتب اجي بحال زعما كتكتبي وانا كنكتب لك وداك الشيء. صافي هذيك صيفط لها ميساج وهذه تو مي مانك باتاتي باتاتا، وهي قالت لها قالت له حتى انا جو فهمتي زعما تو مي مانك وداك الشيء. صافي نتشاوفوا بلاتي غير راجلي سافر وشي حاجه فهمتي ونتلاقاو زعما. صافي وهادشي اللي اخر حاجه كتبت بحال هكا، وحطت التليفون فوق الطبله ودخلت تدوش، وهي اصلا التليفون ديالها ما فيش داك السكرين لوك وداكشي. صافي هي ديك حطاتو كما كان فوق الطبله وصافي. قالت راجلي راه سي سيغ غادي يقلب لي التليفون، وفعلا داكشي قلب التليفون ولقى داكشي. تصدم، ولكن حيت بانت في وجه من بعد ما خرجت من حاشاكم من الحمام وداكشي عزكم الله. ايوا صافي هذيك ولكن قالك ما قدرتش فهمتيني يواجهها به، حيت علاش هي غيواجه غتقول لي وانت راك مزبله 3 فوا. هادشي اللي والله اعلم عاوتاني انت المرات اللي كنعرف انا اللي حصلتك زعما 3 فوا وانت كتخونني زعما اشنو. صافي هذيك المهم ما قال والو، بقى قابطها في قلبه داك الشيء. صافي دازت الايام فهمتي بحال هكا. صافي نقولوا فهمتي ادم حيل تاب فهمتي زعما. المهم بقى فيه الحال داك الشيء، عايش مزيان هذا واحد المره المهم واحد النهار كانت سميتها هيام كانت خارجه جات للدار، واحد تقول ساكن هكا بحال تقولوا فهمتيني في اون ريزيدونس داكشي فهمتيني هكا بهذا داك واش العساس ولا مول السانديك ولا بقيتش عاقله. المهم قال لها اليوم راه كانت مروه. المهم انا نعطيكم سميتها فهمتي مروه. قالت لها اي ربي فوالا. هو دابا داك سميتو ادم مع ما كيتوبش اش كيبدا يدير، تعرف على هاد مروه هذه ما عرفت كيفاش عرف عليها. المهم ملي كتكون مرتو ما كايناش في الدار كتكون خارجه تلقى شي غرض، ولا تمشي دير ميك اب ولا تمشي دير الماساج وتلاقى مع صحاباتها ولا دير فهمتي داك شي استيتيك. المهم دبر راسها فهمتيني. هو كيعرف فهمتي واحد المده ما غاديش تكون داكشي. سمحوا لي هذه الكلمه هذه. كيدخل السيده للدار كيجيبها للدار اللي ساكنين فيها وكيخون هيام فوق سمحوا لي على هذه الكلمه فوق الفراش اللي كينعسوا فيه زعما مراجل ومراه وداكشي. صافي هي كيفاش لكم ساقط الخبر. قالت واحد النهار كانت خارجه وجات ودازت واحد المده جايه هكا لدارها وداكشي. صافي هذاك كما قلت لكم السانديك وما عرف شكون قال لها اليوم راه كانت مروه. هي قالت لها شكون هاد مروه؟ قال لها مروه اللي في شركه النظافه كتجي كتنقي لكم الدار. هي قالت لهم انا ما طلبت لا السيده لا والو، انا كنقي زعما داري فهمتي زعما براسي زعما ما طالبه لا وحده لا مروه لا جوج سميتو هكا من الشركه وداكشي. صافي من بعد عرفت بانه صافي هاد المره فريمون كيخونها وفين ما كيكون في دارهم زعما في دار زعما اللي ساكنه فيها معاه وداكشي. ولكن عمرها ما حصلاتهم انصامبل وداكشي وما قالت ليه والو. صافي بقات مكمدها في قلبها وداكشي. اش مشات دارت خلاتها واحد المده كانوا غيسافروا واحد المدينه على ود خدمه وداكشي واحد 3 ولا 4 جوغ. في ديك 3 ولا 4 جوغ اش دارت؟ جمعات الدار كلها صافي خلات لي غير حوايجو من نتوما مالين خير من الزرابي من الاتات من حوايجه بيان سور ذوباتها وداكشي كامل خلات له غير حوايجو هوايا. صافي وزات خلفه شي بقى كيضحك ولا ما عرفتش شنو روح حق الله ناري استغفر الله العظيم. صافي زادت خلفه فهمتيني بحال هكاك وصافي هو جا تصدم يا سور ما لقى والو هذا. صافي هذيك وبقى شي 3 شهور وكيحاول يتصل بها وهي والو. صافي الاخر رفعت ليه الدعوه ديال الطلاق. ولكن انتم شوفوا تبارك الله وسط عندي الديور اللي سميتو اللي زعما اللي كتب ليها وداكشي. المهم نتوما شوفوا قولوا لي الراي ديالكم. المهم راه كنضحك ولكن المهم راه غير حيت هذا هادشي كي جاكم فهمتي واش زعما اللي دارت هوايه ميسو اللي دار هوايه حاجه طبيعيه. صافي ما عجبك السيده قول لها بنت الناس كيف ما تلاقينا خوت فهمتي زعما مش خو زعما. المهم صافي كيف ما تلاقينا فهمتي صافي بسلامه الله يعاون اللي يعاون. بغيتي تعطيها شي حاجه عطيها، بغاتي تطلب براسك داك الشيء بيناتكم نتوما محاكم وداك الشيء. ولكن باش تخونها فهمتيني وهذا وهي واش عندها الزهر ولكن فهمتيني. المهم هادشي اللي كان وباقا صغيره وداكشي صافي غادي تتزوج عاوتاني مره اخرى سي سيغ سيغتان وصافي وهادشي اللي كاين. فالمهم تتقول لي عافاكم الله يرحم لكم والدين كيف جاتكم هاد القصه هذه.
والمهم نتمنى تكون العبره لا للرجال ولا العيالات. شوفوا راه انا قلت لكم الزواج راه شي مسؤوليه، وخاص يكون الاحترام وخاص يكون الموده ويكون الوفاء بالنسبه للطرفين. ما بقاش عجبك بنت الناس قول له بسلامه بسلامه، فهمتي، بالاحترام وداكشي. حتى انت اخويا بقات عاجبك بنت الناس قول لها بسلامه بسلامه بسلامه، الله يعاون. هذا الشيء اللي كاين. ايوا بسلام عليكم، ونتمنى انكم تستافدوا من هذه الحكايه هذه ولا ضحكتم هذاك. ايوا المهم يلا تهلاو في راسكم بزاف، وتخي بيانتو ان شاء الله، وشكرا. باي باي.